طبعا النهارده في القعده اللي بتضم الاخوه المصريين ابناء الجاليه المصريه في اليونان اللي سعدنا وشرفنا بيها، واللي تم تنظيمها من اتحاد الجاليه المصريه بالتعاون مع مجموعه الانتخابات اللي هي مجموعه الليدرشيب الجديده اللي معانا في اليونان. وبعد الاستماع لكل الآراء اللي قالوها الإخوة المصريين المقيمين في اليونان اللي لهم خبرات طويلة وأقاموا في اليونان فترة طويلة جدا، ورأوا إن أهم الأسباب اللي كانت تهمهم هي الحفاظ على حالة الاستقرار في مصر واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على التقدم والاستمرار في بناء البنية التحتية المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى ما رأوه من الدور الريادي لمصر في منطقتنا العربية والمنطقة الإفريقية، وأيضا الدور الريادي لمصر في منطقة شرق المتوسط، والتطور الكبير الذي حدث في القوات المسلحة المصرية، وأيضا التطور في المجال الاقتصادي بالرغم معاناة المواطن بسبب الآثار السلبية المترتبة على أحداث 25 يناير المتولدة عن ما أطلق عليه أو ما سمي ثورات الربيع العربي. وبعد كل هذه المناقشات فإن الرأي العام الذي لمسناه في هذا الموضوع فإن الأغلبية الكبيرة والحاضرين يؤيدون ترشيح الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية أخرى يقوم فيها بإتمام ما بدأ فيه من مشروعات وإكمال الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية وبناء مؤسسات حديثة تسهم كثيرا في مشاريع التنمية المصرية. وهذا هو البيان الختامي لهذه الجلسة النهائية التي مساء غدا سيقفل باب توكيل الترشيحات. وفي هذا الإطار فستجتمع اللجنة، تجتمع مجموعة متابعة الانتخابات التابعة للاتحاد، مجموعة الليدرشيب، للنظر في مرحلة الانتخابات والإعداد لها جيدا، ثم الإعداد لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.